السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب سنة تانية، أهلا وسهلا بكم. معاكم المهندس حسن ناجح، وإن شاء الله النهاردة الفيديو التاني في محاضرات التأسيس لسنة تانية 2026 إن شاء الله، قسم مساحة وقسم ري وصرف. في الفيديو ده هنتعلم حاجة مهمة جدا معاك لغاية ما تتخرج، سواء كان الترم الأول وكان الترم التاني وكمان في مشروع التخرج بتاعك، وهو ايه يا معلم؟ الانحراف. هتقول يا باشمهندس طب ما احنا خدنا في الفيديو اللي فات، الفيديو التأسيسي الأول، كنا اتعرفنا عن الانحراف. الانحراف اللي كنا اتعرفنا عليه من الفيديو اللي فات كان عن طريق ان انت بيبقى عندك احداثي نقطة، ولتكن نقطة ألف، واحداثي نقطة ب. بتقدر تجيب أول حاجة الانحراف المختصر بمعلومية احداثي نقطة ألف واحداثي نقطة ب، وبعد كده بتحسب الانحراف الكلي ليهم، تمام؟ للخط ده عن طريق احداثي نقطتين. النهارده بقى هنعمل ايه بقى؟ النهارده هنكمل وهقول لك ازاي نحسب الانحراف لاضلاع شكل معين. انت ماسك معاك انحراف الضلع ده، منه تعرف تجيب انحراف الضلع ده كام بمعلوميه الانحراف ده والزاويه اللي بينهم، منه تعرف تحسب انحراف ده بمعلوميه الضلع اللي قبله والزاويه اللي بينهم، وهكذا. يبقى احنا كده النهارده هنتعلم ازاي نحسب انحراف ضلع بمعلومية ضلع آخر. المرة اللي فاتت اتعلمنا ازاي نحسب انحراف ضلع بمعلومية إحداثي. الجزء ده معاك في مواد كتير جدا، تمام؟ فنركز كده مع بعض، هنلاقي الموضوع بسيط جدا مفيهوش أي مشكلة. طيب تمام، أفكرك بالمحاور بتاعتنا. فاكر المحور الرأسي ده، الرأسي تماما، ده كان عبارة عن ايه هندسة؟ ده كان عبارة عن الشمال، صح؟ فوق وتحت الجنوب، ماشي. طيب الأفقي هنا كده الشرق وهنا كده غرب. طب فاكر انحراف الشمال كام؟ مظبوط، 0. طب انحراف الشرق 90 درجة. انحراف الجنوب 180 درجة. انحراف الغرب 270 درجة. وبعد كده نقفل تاني عن انحراف الشمال 360 درجة. خلي بالك كل ربع من دولت بكام؟ ب90 درجة، تمام؟ يعني هنا كده 90 درجة، وهنا كده الزاوية دي 90 درجة، وهنا كده الزاوية دي 90 درجة، وهنا كده الزاوية دي 90 درجة، فيكون مجموعهم كلهم كام؟ 360 درجة. حلو؟ زي الفل. مهم قوي تبقى انت عارف تقسيمة المحاور، وعارف ان ده ربع اول، وعارف ان ده ربع تاني، وعارف ان ده ربع تالت، وعارف ان ده ربع رابع. حلو قوي، ماشي. طيب عندنا اول حالة يا باشمهندس من حساب الانحرافات، وهي الحالة الاولى. الحالة الاولى دي يا باشمهندس بتقول لك ايه؟ بتقول لك انك لو عندك ضلع بالمنظر ده مثلا، انت عارف انحرافه وعايز من خلاله تحسب انحراف الضلع ده، ماشي. وليكن مثلا الضلع ده اسمه الضلع أ ب، وعايز منه تحسب انحراف الضلع ب ج. وجي قال لك إذا كان انحراف الضلع أ ب مثلا وليكن 220 درجة، وليكن مثلا انحراف أ ب بكام يا معلم؟ 220 درجة، تمام؟ وهو عايزك ايه؟ تحسب انحراف مثلا الضلع ب ج. طبعا انت الانحرافات دي هتدخل بعد كده في حاجات اسمها الاحداثيات وهكذا. يعني هو مثلا عشان تيجي تحسب احداثي لازم قبلها تكون بتحسب انحراف، فاحنا النهارده هنركز بس في الجزء بتاع الانحراف، اشربه لك تتاسس فيه صح. بعد كده لما نبدا في المنهج هتلاقي نفسك تمام زي الفل فيه.
فمثلا انت عايز تحسب انحراف ب ج، ماشي. هتقول يا باشمهندس انا اتعلمت حاجه حلوه جدا، وهي لو مثلا جه قال لك انحراف ضلع ا ب، ده معناها ايه؟ ان انت اتجاه الخط ماشي من ا ناحيه ب. حلو قوي. يعني السهم بتاعي يا باشمهندس هيكون ازاي؟ هيكون بالمنظر ده، من ا الى ب. فالمنظر كده ده اسمه ايه؟ انحراف الخط ا ب، ان هو ماشي من ا الى ب. نطقت ايه الاول؟ الف، يبقى من ا الى ب. ماشي. كام يا معلم؟ 220 اهو. خلاص تيجي ترسمها له، ادي 220 درجه. وعايزك تحسب انحراف يا معلم ب ج، يعني من ب الى ج اهو يا معلم. وجي قال لك ان زاويه ب مثلا، مديك زاويه ب ولتكن مثلا مديها لك ب 60 درجه. يعني الزاويه دي يا باشمهندس بكام؟ ب 60 درجه اهي. تمام. فانت المطلوب منك تحسب انحراف الضلع ب ج. الحاله الاولانيه بيكون ايه شكلها؟ بيكون شكلها اللي انت عايز تحسب انحراف مجهول، ده كده اسمه انحراف مجهول، قيمته مجهولة يعني مش عارفها، بمعلومية انحراف معلوم، والاتنين ماشيين ورا بعض. هتقول لي يعني ايه ماشيين ورا بعض؟ بيسلموا بعض. يعني انت مثلا ا ب، بعد كده بص ب ج، يعني السهم من ا الى ب، من ب الى ج. يعني ايه بيسلموا بعض؟ يعني انت عارف ان ترتيب الحروف من ا الى ب، ده كده عمل لي انحراف اسمه ايه؟ ا ب. بعد كده كملت من ب الى ج، يعني ب خدت من ا سلمت الى ج. شفت بقى؟ ركز قوي في الحته دي. يبقى هنا ايه اللي حصل؟ انحراف ب ج قبلها ا ب، ماشيين ورا بعض. ماشيين ايه يا معلم؟ ورا بعض. ركز في النقطه دي. دي الحاله الاولانيه لما يكون الانحرافين ماشيين ورا بعض. ايه القانون؟ قال لك بكل بساطه، ركز كده، هنكتب لك القانون الاساسي. القانون اللي بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك الانحراف المجهول في الحالة دي، الانحراف المجهول هيساوي الانحراف المعلوم بص بقى زائد او ناقص 180 درجة، زائد او ناقص الزاوية المحصورة بينهما. تمام؟ ده القانون بتاعك. حلو قوي. طب تعالى نطبق القانون. هنا كده يا باشمهندس الانحراف المجهول اسمه ايه؟ ايوه اسمه ب ج. هو قال لي احسب انحراف ب ج. فاذا هنا كده هيكون ايه؟ اقول له كده انحراف ب ج هيساوي الانحراف المعلوم اسمه ايه؟ اسمه ا ب اهو. خلاص يبقى اسمه كده انحراف ا ب. هو اصلا مديهوني، عرفت ازاي؟ لان هو معلوم، اللي هو مديهوني بكام اهو؟ ب 220 درجه. ماشي. زائد او ناقص 180 زائد او ناقص الزاويه اللي بينهم اللي هي زاويه ايه يا معلم؟ اللي هي زاويه ب. ماشي. فيجي واحد يقول يا باشمهندس يعني ايه زائد او ناقص 180؟ يعني ايه زائد او ناقص ب؟ ركز معايا كويس قوي، وانا عايزك كده تلخص المحاضره وترتب افكارك كده بدري بدري من دلوقتي عشان تبقى داخل فاهم اللي بيحصل. طيب ركز كده معايا. امتى زائد او ناقص 180؟ بص يا معلم، تزود 180 لو الانحراف المعلوم ماله معلم؟ اقل من 180. يعني ايه؟ يعني الانحراف اللي هو بيديهولك لو كان اقل من 180 تزود 180. طب هنا مديك انحراف ا ب بكام؟ ب 220. ده اكبر. طب مثلا ممكن يدولك 50 درجه يبقى ده اقل من 180. يدولك مثلا 40 درجه، يدولك مثلا 170 درجه، ما زالت برضو اقل من ايه؟ اقل من 180. تمام؟ زي الفل. يبقى اذا لو كان الانحراف المعلوم اقل من 180 هتيجي تزود 180. ماشي يا معلم؟ ماشي. طيب والعكس صحيح.
امتى ناقص 180؟ ها؟ امتى هقول ناقص 180؟ يعني امتى تنقص 180؟ لو الانحراف المعلوم ماله اكبر من 180. لو الانحراف المعلوم ماله يا معلم اكبر من 108. حلو زي الفل. يعني مثلا كان 190 200 250 وهكذا. يبقى احنا كده عرفنا ايه الجزء الاولاني بتاع زائد او ناقص 180. طيب امتى بقى زائد او ناقص الزاويه المحصوره؟ ركز كويس قوي. زائد الزاويه لو كانت الزاويه، ركز كويس قوي، من المعلوم للمجهول. يعني اتجاه الزاويه لو كان من المعلوم للمجهول ماشي ايه يا معلم؟ مع عقارب الساعه. وزي ما قلت لك فهمتك المره اللي فاتت في الفيديو اللي فات، فيديو التاسيس الاولاني، ان مع عقارب الساعه بيكون في الاتجاه ده كده. فاكر؟ اهو ده كده مع عقارب الساعه، اتجاه غلق الايه الغطا بتاع الازازه. ماشي؟ حلو قوي. والعكس صحيح. يعني ايه؟ يعني امتى تطرح الزاويه ناقص الزاويه؟ لو كانت تطرحها لو كانت من المعلوم للمجهول، ها، عكس عقارب الساعة. يعني في اتجاه عكس عقارب الساعة. طب واتجاه عكس عقارب الساعة فكرك كان عامل ازاي؟ كان الاتجاه ده كده، اتجاه ده كده، واتجاه عكس عقارب الساعة. طيب يبقى عرفنا القانون وظبطناه. يبقى أول حالة عندي لو كانوا الانحرافين ماشيين ورا بعض. يعني ماشيين ورا بعض يعني قلت لك أ ب بعدها ب ج. شفت؟ بدأت من أ نهيت عند ب، ومكان ما انا انتهيت عند ب بدأت من عند ب تاني عشان اوصل لج. يبقى كده الانحرافين ماشيين ورا بعض. ماشي، اطبق القانون ده. يلا نطبق. طب تعالى نعوض. فاجي اقول له انحراف ب ج هيساوي انحراف أ ب اللي هو المعلوم بكام؟ اهو ب 220. يبقى نكتب 220. بص بقى، زائد او ناقص الزاويه، عفوا زائد او ناقص 180. ها، بص بقى، زائد 180 لو كان الانحراف ده اقل من 180. طب امتى ناقص؟ لو كان اكبر من 180. طب في الحاله دي ها اكبر من 180 فاجي اقول له كده ناقص 180. ماشي. زائد او ناقص الزاويه اللي محصوره بينهم اللي هي زاويه ايه؟ اللي هي زاويه ب. طب امتى زائد الزاويه؟ لو كان الاتجاه بتاعها من المعلوم للمجهول ماشي مع عقارب الساعه، وناقص لو عكس عقارب الساعه. طب ازاي احدد الزاويه اذا كانت مع ولا عكس عقارب الساعه؟ ركز كويس قوي قوي عشان النقطه دي بتلخبط وهتلخبط طلبه كتير. فانت من دلوقتي كده في التاسيس ها افهمها كويس قوي، ركز معايا كويس قوي. انا قلت لك الزاويه فين لفين؟ من المعلوم الى المجهول. يجي واحد شاطر يقول لي ايه؟ يقول لي فين المعلوم؟ اقول له اهو صح، اللي هو الضلع ا ب. شايفه اهو اللي هو ده. الى المجهول، بص لو جيت عملت اتجاه الايه السهم اهو. بص انا بقول لك ايه؟ من المعلوم الى المجهول. مش ده المعلوم؟ ماشي، يبقى دي بدايه السهم، وده المجهول يبقى دي كده نهايه السهم. طب الاتجاه ده ماشي ازاي؟ تقول لي مش عارف احدد. اقول لك مش عارف تحدد، كملها، كمل الدوران زي ما انت ماشي اهو. شايف اهو الدوران ده ماشي ايه؟ الدوران ده كده ماشي ايه؟ مع عقارب الساعه. طب عرفت ازاي؟ بص تيجي هنا تجرب، تقول مش من هنا الساعه 12 وبعدها الساعه 1 الساعه 2 والعقرب بيمشي من 12 لواحدة ل2 صح؟ يبقى ده كده ماشي مع عقرب الساعه. يبقى اتجاه الدوران العقرب بتاع الساعه هو اتجاه عقرب الساعه. يبقى اذا هنا ايه يا معلم؟ هنا اتجاه عقارب الساعه. يبقى اذا ها موجب ولا سالب؟ موجب الزاويه. موجب ايه يا معلم؟ موجب الزاويه. فاجي اكتب موجب. طب الزاويه هنا كام؟ 60 درجه. شايف اهي 60. يبقى نيجي نكتب 60 درجه.
وتيجي تحسب يا معلم، تحسب دولت 220 ناقص 180 زائد 60 هيديك كام؟ هيديك 100 درجة. يبقى إذا عملنا إيه يا معلم؟ حسبنا الانحراف بتاع ب ج. ماشي يا معلم؟ زي الفل. تعال نشوف مثال تاني بسرعة ونطبق القانون على طول، نخلينا إيه؟ صراع. مثلا مثال زي كده. د ه واو. جه مثلا قال لك ان انحراف الخط د ه ب 120، فيجي واحد صوت يقول له د ه يعني من د الى ه. ماشي، جده لك بكام؟ 120 اهو. والزاويه اللي بينهم سيتا، ولتكن زاويه ه مثلا بكام؟ ب 30. جه طلب منك انحراف ه واو، فتيجي تقول لي دي انهي حاله؟ هقول لك دي الحاله الاولى، اللي هي ليه عرفت ازاي؟ عشان الحرفين ماشيين ورا بعض، د سلم ه، ه سلم واو، من د الى ه، ه الى واو، يبقى الحرفين متتابعين ماشيين ورا بعض. يبقى نطبق القانون، اقول له انحراف المجهول اللي هو ه واو، فاجي اقول له كده انحراف ايه المجهول اللي هو ه واو هيساوي ايه؟ الانحراف المعلوم اللي هو كام؟ اللي هو د ه اللي هو 120 زائد او ناقص 180. الزائد ولا ناقص؟ هنا هتقول لي زائد، لان الانحراف ده اللي هو المعلوم ده اقل من 180، فتيجي تقول لي زائد 180. طب زائد ولا ناقص الزاويه؟ تعالى شوف. زائد لو من المعلوم الى المجهول ماشيه مع عقارب الساعه، وناقص لو عكس عقارب الساعه. طب تعالى نقرب كده ونركز كده ونشوف هل هي مع ولا عكس عقارب الساعه. ركز كده معايا. فين المعلوم يا هندسه؟ اهو ده كده المعلوم. فين المجهول؟ ده كده المجهول. يبقى من المعلوم الى المجهول يبقى الاتجاه بتاعي كده اهو. خلينا لون تاني اهو. طب دي كده ماشيه مع ولا عكس؟ مش عارف احدد قوي، اكمل اتجاه الدوران اهو. اتجاه الدوران ماشي ازاي؟ الحق ده ماشي ضد عكس عقارب الساعه، يبقى الاتجاه ده عكس عقارب الساعه. تمام زي الفل. يبقى اذا ايه يا معلم؟ يبقى اذا ناقص. يبقى طالما عكس عقارب الساعه يبقى نطرح الزاويه، فنطرح كام؟ نطرح 30 اللي هي مقدار الزاويه دي. فاذا تيجي تحسب يا معلم هيطلع لك الانحراف بكام؟ ب 270 درجه. وكده احنا خلصنا الحاله الاولانيه. تمام زي الفل. طيب الحالة التانية يا باشمهندس من حالات الانحراف، لو عندك مثلا خط وليكن مثلا اسمه الخط ب ألف. طب تمام، قلنا ب ألف يعني من ب إلى ألف، ده اتجاه الانحراف. ماشي تمام. وعايز تحسب انحراف الخط ب ج. الخط اسمه ايه؟ ب ج. ماشي. فانت هنا لاحظت ملحوظة مهمة جدا، ان الخطين خارجين من نفس النقطة. حلو قوي. في الحالة دي يا باشمهندس في الخطين دولت ما بينهم بتكون في زاوية. طيب الحالة التانية دي ايه اللي لاحظنا فيها؟ ان الانحرافين بتوعي خارجين من نفس النقطة. مثلا بيديك انحراف ب ألف، ده انحراف مثلا معلوم، وبيطلب منك تحسب انحراف ب ج، ده انحراف مجهول انت عايز تحسب قيمته. الاتنين خارجين من فين يا هندسة؟ من نفس النقطة. طب عرفت منين؟ أول انحراف اسمه ب ألف، التاني اسمه ب ج. الحق دول بادئين بنفس الحرف، يعني خارجين من نفس النقطة. دي الحالة التانية. في الحالة دي يا باشمهندس إيه القانون؟ بيقول لك الانحراف المجهول طالما الاتنين خارجين من نفس النقطة، يعني الانحراف المجهول بيساوي إيه يا معلم؟ بيساوي الانحراف المعلوم اللي هو مديهولك زائد أو ناقص الزاوية المحصورة بينهم فقط. طب هتقول لي يا باشمهندس زائد أو ناقص 180؟ أقول لك لأ، مش موجودة في القانون ده. ليه؟ لأن الاتنين خارجين من نفس النقطة. خلي بالك الحاجات دي مهمة قوي، افهمها من دلوقتي. حلو قوي. طب تعالى ناخد مثال. عندك مثلا
في المثال بتاعنا جه قال لك ان انحراف الخط ص س، يعني ايه؟ يعني من ص الى س. عايزين نحسبه، ده مثلا مجهول، ومديك انحراف من ص الى ع، من ص الى ايه؟ الى ع، بكام مثلا؟ مديك انحراف ص ع بكام مثلا؟ ب 120 درجة، ومديك الزاوية دي اللي هي زاوية ص مديها لك بكام؟ ب 50 درجة. عايز منك تحسب انحراف الخط ايه؟ ص س. طيب اجي ابص للشكل السؤال بتاعي الاقي ايه؟ هو مديك ص ع وانت عايز تحسب ص س، يبقى دي الحالة الكام؟ الحالة الثانية، فيها الانحرافين خارجين من نفس النقطة، صح؟ تمام، يبقى نطبق القانون. فاجي اقول له انحراف الضلع المجهول اللي هو ايه يا معلم؟ اللي هو ص س بيساوي ايه؟ انحراف ص ع اللي هو بكام؟ اللي هو 120 زائد او ناقص الزاويه المحصوره بينهم. بنفس الطريقه برضو لو الزاويه من المعلوم، فين المعلوم؟ اللي هو ص ع، ده المعلوم. ليه؟ لان هو مديك انحرافه يبقى معلوم. تمام، ده كده المعلوم. الى المجهول، يبقى الزاويه من المعلوم الى المجهول بنفس الطريقه دي. طيب الزاويه هنا ماشيه ايه يا معلم؟ ماشيه عكس عقارب الساعه، فنيجي نطرح قيمه الزاويه، فنيجي نقول له كده ناقص 50. يبقى 120 ناقص 50 اداك كام؟ اداك 70 درجه. زي الفل. يبقى انا دلوقتي دي كده الحاله الثانيه. طيب لو كانت الزاويه مع عقارب الساعه فتبقى موجب. يبقى الحاله الثانيه الانحرافين خارجين من نفس النقطه. يعني ايه خارجين من نفس النقطه؟ يعني مثلا عندك انحراف ب ا، انحراف ب ج، الاثنين بادئين بنفس النقطه اللي هي نقطه ب، يبقى خارجين من نفس النقطه. يبقى الحاله الثانيه اللي فيها القانون انحراف المجهول بيساوي المعلوم زائد او ناقص الزاويه فقط. مثلا انحراف ا ب عايز تجيب منه انحراف ا ج، عرفت منين ان هم خارجين من نفس النقطه؟ بادئين بنفس النقطه، ا ادي ا. تمام؟ تمام، وهكذا. يبقى دي كده الايه يا هندسه؟ دي كده الحاله الثانيه. طب الحاله الثالثه والاخيره، الحاله الثالثه والاخيره بسيطه جدا وسهله جدا. لو انت عندك انحراف اسمه ايه يا معلم؟ اسمه ا ب، يعني من فين لفين؟ يعني من ا الى ب. وانت عايز تحسب الانحراف العكس اللي هو من ايه لايه يا هندسه؟ اللي هو من ب الى ا. يعني هو مديك انحراف ا ب وانت اضطريت انك تحسب منه انحراف ب ا، يعني انت عكست. تمام؟ تمام. طب لما تيجي تعكس اتجاه الانحراف، يعني مثلا لو عندك ب ا عايز تحسب منه ا ب والعكس، في الحالة دي يا باشمهندس خلي بالك ان انحراف ب ا لا يساوي ا ب. هتقول لي يا هندسه ما هم نفس الحروف، اقول لك لا، الاتجاه الانحراف هنا اختلف. يبقى القانون هنا بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان انحراف ا ب هيساوي انحراف ب ا زائد او ناقص 180. هتقول لي طب زائد او ناقص الزاويه فين؟ هقول لك مفيش زاويه هنا، كده مفيش زاويه، انت بتعكس انحراف بس. ماشي، بسيطه. يعني مثلا لو عندك انحراف ا ب مثلا، وليكن انحراف ا ب وليكن مثلا 50 درجه، يبقى اذا انحراف ب ا هيساوي ايه يا معلم؟ هيساوي انحراف ا ب، صح؟ اللي هو المعلوم ده زائد او ناقص 180 فقط، برضه زائد لو اقل من 180 وناقص لو اكبر من 180. طب هنا انحراف اقل من 180 فنيجي نجمع يبقى زائد 180، يبقى اذا بكام؟ ب 230. والعكس صحيح، لو كان اكبر من 180 كنا طرحنا من 180. تمام؟ تمام. يبقى انت كده عندك ايه يا معلم؟ كده انت معاك الثلاث حالات، الحاله الاولى، الحاله الثانيه، الحاله الثالثه بتاعت كل الانحرافات. افهمها دلوقتي واحفظها كويس جدا. عندك شويه ملحوظات مهمه جدا جدا جدا، افهمها واحفظها زي اسمها.
اول ملحوظه، لو انت بتحسب انحراف، لو بتحسب انحراف وطلع بالسالب، ركز معاك كويس قوي، بتحسب انحراف طلع معاك بالسالب، مثلا سالب 30 درجة، طلع مثلا معاك اي سالب، سالب 190 درجة، ايا كان، اهم حاجة قيمة الانحراف طلعت بالسالب، اعمل ايه يا باشمهندس؟ قال لك في الحالة دي بتجمع عليه 360 درجة. بتعمل ايه؟ بتجمع عليه 360، يعني تمسك السالب 30 دي تروح جامع عليها 360، هيديك كام؟ 330. هتمسك السالب 190 دي تجمع عليها كام؟ 360، وهكذا، ويطلع لك هو ده قيمة الانحراف. يبقى إذا لو الانحراف طلع معايا بالسالب هجمع عليه هندسة، هتجمع عليه 360 درجة. يبقى أول ملحوظة، لو قيمة الانحراف طلعت سالبة أجمع عليها 360، لازم تبقى موجب، مفيش انحراف بالسالب، ما ينفعش تسيب الانحراف بالإيه؟ بالسالب. تمام؟ زي الفل. دي كده أول إيه؟ أول ملحوظة. طيب تاني ملحوظة، تاني ملحوظة، لو أنت بتحسب الانحراف، لو بتحسب انحراف وطلع معاك كام؟ أكبر من 360 درجة. احنا عارفين ان اقصى قيمة للانحراف كام؟ 360. طب افرض بتحسب طلع معاك اكبر من 360، يعني مثلا طلع مثلا كام؟ مثلا طلع 540، ايا كان، طلع 380، طلع 400، اهم حاجة طلعت ايه؟ اكبر من 360. اعمل ايه يا معلم؟ قال لك في الحالة دي هتطرح من قيمته كام؟ 360 درجة. نطرح كام يا معلم؟ نطرح 360، يعني تيجي تقول لي 540 ناقص 360 يطلع لك مثلا ب 180، وهكذا. يبقى انا عندي دلوقتي ملحوظتين، او ملحوظه لو الايه؟ لو الانحراف بتاعي طلع بالسالب اجمع عليه 360، طب لو طلع اكبر من 360 اطرح كام؟ اطرح قيمه الانحراف، اطرح قيمه كام؟ 360 درجه. تمام تمام. طيب لو جه مثلا قال لك ايه؟ زي ما احنا كنا عارفين، قلت لك ان لو الانحراف قال لك زي ما قلنا في الفيديو الاولاني، لو الانحراف قال لك ان هو في اتجاه الشمال، قال لك الخط ا ب مثلا انحرافه في اتجاه الشمال، عارفين ان الانحراف هيكون بكام؟ بصفر. يعني لو جه قال لك انحراف في اتجاه الشمال يبقى صفر، قال لك انحراف الخط ا ب في اتجاه الشمال يبقى صفر. طب في اتجاه الشرق يبقى 90 درجة. طب اتجاه الجنوب 180 درجة. اتجاه الغرب 270 درجة. اكتب الملحوظات دي كويسة جدا جدا جدا. تمام؟ طب لو جه قال لك، ركز كده في الملحوظة دي عشان التركة دي بتيجي في امتحانات أعمال السنة كتير جدا. لو قال لك خط يصنع في اتجاه، اكتبها لك كده بقى، جنوب غرب، ويحط لك قيمة الزاوية وسطهم 45 درجة. الانحراف الكلي كام؟ ركز كده معايا قوي. اتجاه جنوب غرب 45 درجة. فين جنوب غرب؟ ادي جنوب غرب. ماشي. فين الخط يا معلم؟ ادي الخط اهو. قال لك اتجاه ادي كده جنوب غرب ده، قال لك اصنع كام؟ 45 درجة. يبقى اذا الزاوية هنا 45 صح؟ تعرف تقول لي الانحراف قيمته كام؟ هقول لك بكل بساطة. أولاً أنت عارف إن جنوب غرب ده اللي هو الربع الكام؟ الثالث. قيمة الانحراف الكلي بتساوي 180 زائد الانحراف المختصر، لأن ده كده يعتبر انحراف إيه يا معلم؟ مختصر. يبقى إذا قيمة الانحراف الكلي هي من اتجاه الشمال مع عقارب الساعة لغاية الخط، يعني 180 زائد ال 45 فتكون كام؟ 225. تمام؟ زي الفل. طب لو كان مثلا في اتجاه شمال شرق، يبقى اذا الانحراف الكلي هو المختصر، لان ده كده في الربع الكام؟ في الربع الاول. طب لو قال لك اتجاه جنوب شرق، يبقى ده الربع الثاني، فنقول 180
ناقص الانحراف المختص اللي هو يديهولك. طب لو كان مثلا في اتجاه شمال غرب يعني الربع الرابع زي ما قلنا في الفيديو اللي فات هيكون 360 ناقص الانحراف الايه؟ المختص. تمام؟ تمام. يبقى احنا عرفنا الاتجاهات دلوقتي وازاي احنا بنوجد قيمه الانحراف بمعلوميه الاتجاه. تمام؟ موضوع بسيط ما فيهوش اي مشكله. حلو؟ زي الفل. وبكده يكون الفيديو انتهى. عرفتك دلوقتي جميع انواع الانحرافات، ازاي بتحسب انحراف خط بمعلوميه خط تاني. عندك 3 حالات. اول حاله لو كانوا الانحرافين متتاليين ماشيين ورا بعض، قالك مثلا مديك انحراف ا ب وانت عايز منه تحسب انحراف ب ج، يبقى تقول له الانحراف المجهول بيساوي المعلوم زائد او ناقص 180 زائد او ناقص الزاويه المحصوره بينهم. ده كده ايه؟ الحاله الاولانيه. والحاله الثانيه لما يكون الاثنين خارجين من نفس النقطه، يعني مديك انحراف ب ا عايز تجيب انحراف ب ج. بص بدات بنفس النقطه، يبقى اذا انحراف المجهول بيساوي انحراف المعلوم زائد او ناقص الزاويه المحصوره بينهم. والحاله الثالثه لو مديك انحراف ا ب وانت عايز منه تحسب انحراف ب ا، يعني عايز تعكس الانحراف. مديك انحراف ج د عايز منه تحسب د ج، تعكس الانحراف. تمام؟ تعكس اتجاهه. يبقى انحراف ا ب بيساوي انحراف ب ا، او الانحراف اللي انت عايز تحسبه بيساوي الانحراف اللي انت عايز تعكسه زائد او ناقص 180 بس من غير الزاويه. تمام؟ واديتك برده شويه ملحوظات مهمه. لو الانحراف طلع بالسالب هتيجي تجمع 360، لو الانحراف طلع بالايه اكبر من 360 تطرح 360، ولو اداك اتجاه على حسب الربع تشتغل بالقوانين زي ما قلنا في الفيديو الاولاني في فيديو التاسيس الفيديو الاولاني. تمام؟ وكده الفيديو انتهى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.